أنبهك على شيء يحبه الله. كلما جئت إلى فراشك صلي لله ولو ركعتين. قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، واجعل هذا بينك وبين ربك، واحتسب أن يزدك الله به أجرا ويرفعك الله به ذكرا، وأن يجعله الله نورا لك يوم تلقاه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. والله إن نفسا رجلا يضع امرأة يضع جنبه على فراشه وآخر عهده بالدنيا ركعات صلاها لله، لا يبالي استيقظ من مرقده أو لم يستيقظ، على الأقل كما أقول مرارا في الدروس يحاج الله أن آخر عهدي بالدنيا أنني صليت لك